مرحبا يا رفاق. اليوم لدينا تحد مجنون لن ينسه أحد. قررنا البقاء لمدة 24 ساعة كاملة في مكان مهجور غامض ومخيف. الكثير من الشائعات تحيط بهذا المكان، بعض الناس يقولون إنه مسكون بالأرواح، والبعض الآخر يقول إنه شهد أحداثا غامضة لم يكشف عنها. من اللحظة التي اقتربنا فيها شعرت بشيء غريب. الرياح كانت تعصف بقوة، والجدران القديمة بدت وكأنها تهمس لنا بأن نغادر، لكننا كنا مستعدين لخوض هذه المغامرة مهما كان الثمن. عندما دخلنا إلى القلعة كانت الأبواب تصدر أصوات صرير مزعجة، والغرف المظلمة تبدو وكأنها تحتفظ بأسرار الماضي. كل خطوة كنا نخطوها كان يصاحبها صدى غريب في المكان. بعد دقائق قليلة من التجول بدأنا نسمع أصواتنا خافتة، كأنها خطوات تأتي من أحد الممرات. تجمدنا في أماكننا وتبادلنا النظرات. هل كنا وحدنا حقا؟ أم أن هناك شيئا أو أحدا يراقبنا؟ قررنا استكشاف المكان أكثر، ودخلنا إلى غرفة ضخمة مليئة بالأثاث القديم المغطى بالأتربة. كان هناك جو من التوتر والخوف في الهواء، خاصة عندما سمعنا ضحكة خافتة تأتي من مكان لا نعرف مصدره. أحد الأبواب الذي تركناه مفتوحا أغلق فجأة، وكأن قوة خفية تسيطر على المكان. مع مرور الساعات ازداد التوتر، وبدأنا نفقد القدرة على التفريق بين الواقع والخيال. كانت الأصوات تزداد وضوحا، والخطوات تقترب منا شيئا فشيئا. شعرنا بالخوف، ولكن كنا مصممين على إنهاء التحدي. بقينا مستيقظين طوال الليل، نراقب كل حركة، ونتوقع أن يحدث شيء في أي لحظة. مع بزوغ الفجر كانت اللحظات الأخيرة مليئة بالتوتر، لكننا فعلناها. بقينا 24 ساعة كاملة في هذا المكان المرعب. نعم، خرجنا مرهقين وقلوبنا تخفق بسرعة، لكننا اجتزنا التحدي بنجاح. إذا أعجبكم هذا التحدي وتريدون أن تروا مغامرات أكثر جنوناً، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.